السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم وانتم كتشوفوا الفيديو ديالنا ديال هذا اليوم. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيك ديال التفاح اللي كيجي بحال شكل شي طورطه. مكونات سهله واقتصاديه وكيجي هشيش وبنين. ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. نبداو ديال الكيك هما الاولين، خليكم معايا. بالنسبه للمكونات، عندي هنا 2 بيضات، عندي كاس صغير ديال سنيده، كاس صغير ديال الزيت. الطحين غادي نديرو على حساب الخليط. هنا راني عندي طحين ديال الحلوى مغربل وكل شيء. عندي 2 خمارات، واحد فانيا، وغادي نخلي غناخذ منه واحد المعلقه. مقادير متواجدين في كل دار، اقتصاديين وماشي شي حاجه اللي هي كثيره. بالنسبه للمول، انا خديت هذا المول، كيقولوا له المول العجيب. خديت هذا المول حيت صغير على حسب الكميه ديال العجينه. الا كنتو بغيتو ديروا اكثر غادي تاخذوا المول الكبر، كيكون فيه الحجم الكبير. باش منين نقلبوا ان شاء الله غتبقى لي ديك الخويه الوسطانيه هي اللي غادي نعمروا ان شاء الله. دابا غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير. عندنا هنا 2 بيضات، غادي نديروا عليها كاس ديال سنيده، واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نخلطوهم مزيان حتى يتمزج البيض مع سنيده كيف ما العاده، كيف ما مولفين كنصايبوا اي كيك. حاولوا نطربوا مزيان. عندك خلاط كهربائي تقدري تخدمي به، تقدري تريحيه في مولينكس وتطحنيه، تقدري ديري بفوي. انا راني عندي الميكسور وعندي الطراب، غير انا كنجيني هذا عملي اكثر باش كنسربي دغيا الخدمه نخدم بهذا. كتجي هماويه في الشكل وفي الحطه. بالنسبه الا جاو عندك شي ضياف على الغفله ودغيا كتوجد، وزعما مكوناتها ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. من بعد ما طربنا البيض، دابا غادي نزيد كاس ديال سنيد ديال الزيت عفوا، مع التحريك. من بعد ما دخلت لنا الزيت مع السنيده والبيض، نسيت ما قلت لكمش بانني غادي ندير كاس ديال الماء. الكاس في القياس ديال الكاس اللي عبرنا به الزيت واللي عبرنا به السنيده. دابا ان شاء الله غادي نبداو نضيفوا الطحين بالتدريج. عينيكم ميزانكم البنات، راكم عارفين انا راه كنبقى ندير حتى كتشكل لي ديك الثمانيه. كنعرف بان العجينه هي هذه كتكون مزيانه. بالنسبه للفرن، انا البنات راه حتى نبغي ندير الخمارات وغادي نشعل الفرن، حيت انا عندي غير الفرن ديال الغاز. بالنسبه اللي عندها ديال الضو حتى توجدها كاع، حتى تكملها وديرها في المول وطريق الفرن ديالها على درجه الحراره اللي غادي طيب فيها الكيك ديالو ودخلها الفرن طيب. اما بالنسبه اللي عندها الفران ديال الغاز بحالي، غير يكون كيسخن دغيا، حيت انا راه دغيا كيسخن داكشي علاش خليته حتى نبغي ندير الخماره ونشعل ليه. اللي كيتعطل الفران ديالها كتسبقوا قبل، بحال دابا كاينه من دابا تشعلو باش يلاه يسخن ليها. العجينه ديالنا ها هي وجدات، شفتوا كي كتجي خفيفه كما قلت لكم، كتشكل ديك الثمانيه صافي. دابا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل تقريبا. الخل كيخلي ديك الريحه ديال البيض ما كتكونش، هذه اول حاجه، وكيخلي الكيك تبقى مفششه، كتجي مفششه ورطبه بحال مهويه من الداخل. وغادي نضيف الخماره ديالي انا غادي نديرها في الصفايه وغادي نغربلها. علاش البنات كنغربلها؟ باش ما كتخليش داك الكويرات ديالها في الكيكه. اما الا كنتو غادي تخلطوا كلشي في مولينكس ولا هذا فما تحتاجوش تغربلوا، غديروا كلشي وغادي تخلطوا. نغربلوا الخمارات ديالنا، شتي حتى ما كيبقاوش داك الكويرات وكتهبط سميتو كدغيا كتفاعل مع العجينه. وغنخلطوها مزيان ونخويوها في المول ديالنا باش ندخلوها للفران طيب. دابا غادي نخويو الكيك ديالنا، نحاولوا نهزو يدينا الفوق. هاد المول العجيبه البنات كيجي كيك فيه زويون، راه غير مول عادي
15 درهم، الكبير داير 20 درهم كنظن. ولكن راه فاش كتحيدي منه الكيك كيعطيك واحد الشكل زوين، تقدري تعمري الكيك باش ما كان. يعني كيك كتكون عاديه، ولكن ملي كتعمريها وتحلقي عليها كتجي بواحد المنظر زوين، كتبان كيك مختلف. وحتى ملي كتحطيها للضيف كتجي تحمرت الوجه، شي حاجه زوينه. صافي على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل. دابا حنا خوينا الكيك في المول، غادي ندخلوه الفران طيب. مره نبقاو نطلعوا عليها، وحاولوا ما تحلوهاش باش تطلع تنفخ حتى كتحسوا بها طابت. بالنسبه كما قلت لكم كل فران ديال كل وحده، يعني كل وحده غتعرف الفران ديالها الطياب ديالو كيفاش كيكون. ملي غادي طيب غادي نخرجوها ان شاء الله باش نخليوها حتى تبرد، وندوزو نكملوا باقي ديال التحضيرات. ثاني مرحله البنات، الكيك ديالي راه حيدته من الفران خليته حتى يبرد. غادي نقلبو في شات بصل وغنوريكم كيفاش جا. دابا غادي ندوزو نكملوا باقي التحضيرات. انا خديت هنا تفاحه كبيره، قطعتها طرونش رقاق، خليتهم بالقشور ديالهم. درت معلقه صغيره مع عمرش ديال القرفه، معلقه صغيره ديال الزبده، وغادي ندير واحد معلقه كبيره ديال سنيده. انا ما درتهاش كامله حيت ما بغيتش الحلاوه بزاف. وغادي نحطو فوق البوطه على عافيه مهيله ونخليه باش يتعسل. وفي نفس الوقت خديت نص سطرو ديال الحليب، وغادي ندير فيه فلون كراميل، حيت الكراميل كيتواتى مع التفاح. هنا انا خديت نص سطرو ديال الحليب. نتوما على حسب الكميه، الا درتو كيك كبر تقدروا ديروا الحليب زايد، اطرود الحليب. غادي ندير فيه 3 المعالق ديال سنيده. فوالا، غادي نحاول نحركو باش يذوب ليا الكراميل ديالي مع الحليب. فلون العادي اللي كنخدموا به ديما. وغادي نحطو فوق البوطه وغادي نخليه يطيب. في نفس الوقت التفاح كيطيب، التفاح غادي نزينو به الجناب ديال الكيكه، والفلون غادي نخويوه في الوسط ديال الكيك. غادي نحطوهم دابا فوق العافيه مع التحريك حتى يطيبوا مزيان، ونكملوا باقي التحضيرات. خليكم معايا. هانتوما كتشوفوا التفاح ديالنا بدا كيتعسل. انا عندي الغرض به، ما بغيتوش تبقى فيه ديك الطراوه ديالو ماشي رطاب، غير بغيت داك المذاق ديال القرفه يشربوا التفاح، حيت كتجي القرفه مع التفاح زوينه، كتعطي واحد المذاق زوين. في نفس الوقت راني دايره حتى الفلون، ها هو راه كيطيب. غير العافيه تكون مهيله باش السكر ما يتحرقش، حيت راكم عارفين السكر راه تحرق كيعطي واحد المذاق خايب في التفاح. يتعسل شويه ونحيدو نخليه باش يبرد. نحاول نحركو حتى ديالنا باغي ما نعدل. حاولوا ما امكن ما تغفلوش على التفاح، لان دغيا كيرطاب كيهرب المقله. انا قلت لكم بغيتو غير يولي شويه لونه يبان عسلي، هانتوما شفتوا راه بدا كيبان عسلي. ونحيدو غنبقاو هكا مع التحريك، كل مره نقلبوه بما يوجد هو ويوجد لينا الفلون. ونوريكم الطريقه ديال التقديم. هانتوما البنات شفتوا الكيك من بعد ما حيدتو راه كيجي مبومبي وكيجي هشيش. وقلت لكم المكونات راه ماشي شي حاجه كثيره. راني قلبته دابا في الطبسيل، درت طرونش ديال التفاح بالجناب زوقت به، دهنت الكيك بالعسل. بغيتو دهنوا عندكم الناباج ديروا. انا كنقول لكم المكونات اللي تكون عندكم في الدار اللي ما غنحتاجش نقلب عليها. دورت به التفاح، ولكن شاط لي شويه ديال التفاح هنا وما غاديش نضيعوه، حنا علاش الضايع غادي نديروه. راني يلاه بديت نعمر به لداخل بما يبرد لنا شويه الفلون. راني طفيت ليه، راه عرفتوا واحد المذاق اللي كيجي ديال الفلون، خصوصا الا كان كراميل ولا فاني. انا كنفضل الكراميل حيت مع القرفه والتفاح كيعطي واحد المذاق غزال، كتجي شي حاجه هماويه باقل تكلفه كما كنقولوا.
كتجي النسمه ديال التفاح غزاله في هذا الكيك هذا. هكذا تفرحوا وليداتكم، هكذا يبغيوها في الكوتي. جاو عندك الضياف على غفله، راه قلت لكم ما كتاخذش الوقت لا في الطياب ولا في التوجد، اهم حاجه انها كتبغي تبرد على هذا الشكل. دابا حنا كملنا الدوره، واللي شاطلي ديال التفاح درتو لداخل، ما شاط لكم شي يكفي ديروا على برا، كيبقى لكم اختيار. غير انا شاطليه ما بغيتش نضيعو، قلت نخويه في الوسط. ودابا غادي نخويو عليه الفلون ديال الكراميل. البنات ها هو الشكل ديال الكيك ديالنا كيف كتشوفوا، كيف كيجي ديال التفاح، كتجي روعه، كتجي رائعه. شتو المقادير، المكونات ماشي شي حاجه كثيره بلا باش كتحضر كيك، ولا كيفاش كيكون التفاح راه كيكون متواجد في اي دار. المكونات ديال الكيك راهم متواجدين في كل بيت، يعني ما غتحتاجوش تقلبوا عليهم برا الدار. من غير الفلون راه غادي تشريوه، انا كيكون عندي بزاف، لان ملي كنتقدا كدا راه ضروري كناخذوه مع المكونات ديال الدار. غنخليو دابا الفلو ديالنا حتى يبرد. شفتو قلت لكم المول راه ما تحقروش، واخا مول عادي ديال الالومنيوم، ولكن راه شفتو كيخلي لكم ديك الخويه في الوسط، تقدروا تعمروه باش ما كان، تقدروا ديروا لي فخوي، تقدروا ديروا كريم شونتي. انا كنقول لكم اللي عندكم، انا كنمشي الحوايج اللي هما ساهلين، يعني اللي ما غيعطيوكش اقل تكلفه، كاع ما غتفوتلكش حتى 10 دراهم ديال المقادير. ها هو طاب ديال الفلون، درت ديال الكراميل على حسب التفاح، لانه درناه مع الزبده والقرفه، غادي يجي مع الفلون كراميل خيار. داكشي هو اللي درت. وزدت معاه انايا واحد 2 معالق ديال مايزينا، الا عندكم ملي يكون كيطيب زيدوه، الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه. انا راني كانت عندي 2 معالق ديال مايزينا مع الفلون. الا ما كانش غادرتو غير الفلون مع الحليب، خليوه حتى يبرد شويه، حتى كتشوفوا بدا يعقد، عاد خويو وعمرو به على قبلاش. الا كان سخون تقدروا تشربوا لكم الكيك وما غادي تستافدوا حتى حاجه، وغتبقى لكم الوسط خاوي. المهم انا كنقول لكم هادشي لانني عندي تجربه، لاني جربت الحويجات اللي جربتهم وصدقوا ليا، كنبغي نشاركها معكم، والحويجات اللي غادي نطيحوا فيها كنحاول نتفاداها. دابا غادي نخليو الكيك ديالنا حتى يبرد ان شاء الله، ونقدموه في هكذا كاسكروط ان شاء الله، ولا المهم شي تحليه من مور الغدا. مثلا جاو عندك الضياف كيجيو زويونين، الوليدات الصغار غادي يحماقوا عليه لان شابع عليه في خويره. مازال تقدروا ديروا معاه البنان، تقدروا ديروا معاه اي فاكهه عندكم، المونغ، يعني تقدروا تشونجيو. انا درت التفاح لان كيكون متواجد عند كلشي، ولكن بالنسبه لي في خويله عندك نتيا في الدار اختي، تقدري تخدمي بها اللي تماشى لك مع الكيك. هادشي اللي كاين. نتمنى الكيك ديال اليوم تكون راقت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، شي تعاليق زوينه ان شاء الله باش تحفزوني نحط لكم اكثر واكثر البنات، وتهلاو ليا في راسكم. وما تنساونيش كل مره غنحط لكم حاجه جديده، ونتمنى تعطيوني اجوبه زوينه وتعطيوني تعليقات زوينه باش تخليوني تحفزوني نزيد اكثر واكثر ان شاء الله. وغنخليها دابا حتى تبرد في الثلاجه ان شاء الله، وغادي نقطعها معكم. راني غادي نحط واحد الشورت ديالها مقطعه باش تشوفوها كيف كتجي ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، وبسلامه عليكم.